اخويا 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 شقيقي اخويا. ايه يا جدعان في ايه؟ محدش قادر عليا ولا ايه؟ لا اله الا الله. على الهادي يا اخويا، على الهادي يا جدعان. انا تهت برضه، عايز تجيبني من النايف. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا فيديو هنجرب السنايبر الجميله دي. انا اسمي ماندو، للناس اللي ما تعرفنيش انا بلعب كروس فاير من 2010 تقريبا، قديم جدا في اللعبه، وفي ناس منكم تعرفني وفي ناس ما تعرفنيش. المهم يعني هنجرب السنايبر الجميله دي. وعايز منكم حاجه جميله. انا باذن الله قررت ان انا افتح القناه دي تاني عشان الكوميونتي بتاع اللعبه للاسف باظ خالص. مش باظ يعني، للاسف بقى تعبان شويه يعني. فباذن الله هنعمل محتوى، هننزل ايفنتات، هنعمل كل حاجه. واللي قال لي يعني او اللي شجعني في الكلام ده صديقي وحبيبي واخويا ايرن. لو حد منكم يعرفه او بيتعامل معاه، فاي حد منكم عايز شحن، عايز يعمل ايفنتات، عايز يفرم ايفنتات، يخلص ايفنتات، اكس بي، اللي انت عايزه موجود باذن الله. واسعار الشحن اسعار جميله جدا جدا جدا، والضمان طبعا يعني الناس كتيره عارفاني فاسالوهم يعني. فتعالى عندي على جروب الواتساب، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. تعالى عندي على الديسكورد، كل حاجه هتبقى تمام يعني. هنتعامل، بعمل برضو مسابقات على زد بي. لو كسبت ممكن تاخد 50,000 لحد 100,000 في 10,000، ففي مسابقات كتير قوي. فتعال على الديسكورد، بنلعب مع بعض، بنعمل ايفنتات. لو عندك اي مشكله في اللعبه، عندك اي ايفنت مش عارف تعمله، هتلاقي باذن الله الكوميونتي بتاعنا كوميونتي صغير كده، وباذن الله بيكو هيكبر ان شاء الله. فكره ان انا اعمل المحتوى عامه، ان الكوميونتي بتاع اللعبه للاسف في الهابط، ودي لعبه من افضل الالعاب الموجوده حاليا، مع انها مش موجوده تعتبر يعني. لو قارنتها مثلا بلعبه زي فالورانت ولا سيس جو 2 او كده، للاسف يعني صفر على الشمال. ولكن كتجربه للعبه ومتعه الله ومتعه للاعب، فصدقني كروس فاير ما تتقارنش مع اي لعبه انت ممكن تشوفها موجوده على ارض الواقع عموما يعني. اللي بيميز اللعبه دي طبعا الايفنتات الجميله اللي بيعملوها، الابديت اللي دايما شغال. كروس فاير الصينيه طبعا هي اللي بتعمل الابديت ده كله، فالابديت بيجي لك على الجهاز. فشابوه بجد، اللي كروس فاير الصينيه هي اللي عامله بقى المودات الجديده والشغل الجديد اللي انتوا شايفينه ده كله يعني. فلا، اللعبه اتغيرت كتير قوي عن ايام زمان. اللعبه اتغيرت كتير قوي عن ايام زمان. اللعبه الاول ما كانش يعني كان في بلاير كتير، بس ما كانش في كميه التحديثات اللي موجوده حاليا دلوقتي. فبصراحه لا، بجد شابوه ليهم. انا شايف طبعا ان السبب في ان اللعبه، انا للاسف انا بتكلم وانا بلعب، فانا مش مركز، فمش هتعرف تعمل الحاجتين مع بعض. يا اما تركز في اللعب يا اما تركز في الكلام. فانا بحاول ان انا اقدر على قد ما اقدر ان انا اركز في اللعب وانا بتكلم. الموضوع صعب طبعا، بس يعني ادي. المهم اللعبه السبب في ان هي تموت او ما تموتش، يعني السبب ان اللعيبه اللي فيهم يقلوا كده بالطريقه دي، هي قله الاهتمام بالدعايه والاعلان للعبه. اي لعبه في الدنيا عشان تنجح بتعمل دعايه واعلان. طيب مش شرط ان الدعايه والاعلان دوت ان هو يعمل لك منشور ويقول لك تعالى العب اللعبه، لا مش شرط. عندك دعايه واعلان، مثلا بتروح للستريمر، شوفوا لهم ستريمر مشهور كده مثلا زي نينجا وغيرهم، الناس المشهوره دي، يقول لك والله خد مثلا العب اللعبه بتاعتي مثلا مرتين في الشهر، 3 مرات في الشهر، وخد كده، خد اللي انت عايزه على حسب ما بيتفق. طيب واحد زي نينجا مثلا بيتفرج عليه بالملايين، خلاص انت كده مليون واحد شاف اللعبه. لو من المليون دول جه مثلا 5000 واحد عمل داونلود للعبه، هتبص تلاقي اخر السنه هتلاقي في تطور في اللعبه، مع طبعا الابديت والتحديثات المستمره. هتلاقي الدنيا جميله. على فكره يا جماعه، اللعبه ملهاش علاقه بالجرافيك. انت ممكن تلعب لعبه الجرافيك بتاعها عالي بس ما تكونش ممتعه، ملهاش علاقه يعني. الجرافيك ملوش علاقه بمتعه اللعبه، عشان الناس تقول لك يا عم الجرافيك بتاعها بايظ، ملهاش علاقه. الناس لحد دلوقتي بتلعب ماينكرافت، ده ما فيش اصلا جرافيك، ده كرتون مربعات بيكسل. ما تتقارنش. انا ماليش علاقه بالجرافيك، انا ليا علاقه بتجربه اللعبه. هل هي ممتعه ولا غير ممتعه؟ هل في تنوع في اللعبه؟ هل انا مثلا لو لعبت كروس فاير لمده 4 ساعات او 3 ساعات او ساعتين همل، ولا هلاقي في تنوع في اللعبه؟ لا طبعا هتلاقي في تنوع.
عامه اللعبه بتعتمد، ممكن تلعب سولو، ممكن تلعب سكواد، ممكن تنزل انت و16 واحد تلعبوا جيم زومبي. فلا اللعبه ممتعه، فيها مودات جميله، ممتعه فعلا، بتدي لك تجربه تعاونيه جميله، بالذات الزد ام 4. انت فاهمني، بتنزل وكل واحد معاه كارت بينزله والدنيا بتبقى جميله. فلا انا شايف ان اللعبه دي السبب ان هي تموت مش بقى ان هو بقى عمل لك بقى في بي ببلاش والكلام ده، لا لا لا، ما هو ده طبيعي، لازم يعمل لك في بي ببلاش، لازم. انت فاهمني ليه؟ ما هو بيعمل لك في بي ببلاش وهو عامل لك انجل الناحيه الثانيه، لازم برضو يميز اي حد بيدفع، فاهمني؟ بس مش هيفضل مميز اللي حد بيدفع. يعني مثلا الفاي بي اول ما نزل فضل 5 سنين، بعد كده بقى بينزل للناس مجانا واي حد يقدر يجيب في بي والكلام ده، بس في نفس الوقت نزل حاجه اسمها انجل عشان برضو يميز منها اللي هو ما بيدفعش، بيجرب التجربه اللي هي الناس اللي دفعت، وفي نفس الوقت بيكسب فلوس وبيدي تجربه ممتعه اكتر للناس اللي هي بتدفع. فهو كده بيرضي الطرفين، بيرضي الناس اللي بتلعب وبتدفع والناس في نفس الوقت اللي ما بتلعبش. يعني انت عندك ايفنت دلوقتي، ايفنت سهل جدا جدا جدا، هتلعب بس 4 اسابيع، كل اسبوع هتدخل تعمل شويه مهمات، هتاخد لك في بي. انت فاهمني؟ فالناس اللي هي زعلانه، اللي بتشحن، اللي زعلانه من واحد بشحن على فكره، من واحد بشحن جامد، كنت بشحن، دلوقتي يعني بشحن على خفيف، يعني ايفنت سيف بس الكلام ده بس. العيال حطوا عليا في الجيم بس تمام، عادي عادي. بس على فكره السنايبر دي جامده اقسم بالله. ثواني بس ما نركز بقى كده شويه، تعالى اقعد انت اهو على جامده اقسم بالله. ثواني بس ما نركز بقى كده شويه، تعالى اقعد انت اهو على ابلع. ما ماتش ايه ده؟ انت واقف بتعمل ايه؟ اخويا 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 شقيقي اخويا. ايه يا جدعان في ايه؟ محدش قادر عليا ولا ايه؟ لا اله الا الله، على الهادي يا اخويا، على الهادي يا جدعان. انا تهت برضه، عايز تجيبني من نايف؟ يا لهوي جابني، ماشي زي بعض. فاللعبه دي عشان تنجح بجد، اللعبه جميله، تجربتها جميله جدا، عشان تنجح بجد لا عشان تنجح بجد محتاجه شويه دعايه. شوف لنا كام ستريمر مشهور تكلموا اللعبه تصرف شويه، لان انا بحس ان اداره اللعبه بخيله، ما بتصرفش اي حاجه على الدعايه، وده باين من القبض. يعني مثلا لو في حصل اي جليتش اي حاجه في اللعبه، تحس ان في تاخير وفي بطء كده، مش فيه اهتمام. يعني اللي هو والله المشكله دي اتحلت مش اتحلت ان شاء الله، ان شاء الله عنها ما اتحلت. مفيش كده اهتمام باللعبه، اللي هو اي مشكله تحصل مثلا تلاقي اللعبه عندها كده، لا يلا بسرعه نحل المشكله. لا يقول لك والله الجيم مثلا النهارده في اجازه وان شاء الله لما يرجع يرجع ايه؟ انتوا بتهزروا يا جدعان. احنا بنلعب سوبر ماريو هنا. ابلع يا كريزي. ولا اهدى 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 يا لهوي جابني. لا بصراحة اللعبة اليومين دولي بتنزل ابديت جامد. موضوع السيف باس ده رهيب جدا رهيب جدا. يعني تقدر بتشحن بس بشحنة بسيطة 30,000 زد بي او 30,000، تشحن 20 وبتعمل 30، فتقدر تشتري وتاخد في بي كتير قوي بالسعر البسيط ده. الاول يا جدعان انا نص الفي بي اللي معايا، لا مش نص، مين 70% من الفي بي اللي معايا شحنه لما كان سعر ال100,000 $80، يعني تقريبا ضعف دلوقتي. لا دلوقتي الشحن قل. طب هل انت يا مندو يعني بتقول للناس اشحنوا؟ انا ما بقولش للناس تشحن، انت لو ما معكش فلوس ما تشحنش، بس لو انت الفلوس دي ليها اهميه، في اولويات. لو انت الفلوس اللي معاك دي انت محتاجها في حاجه تانية، او انت على قد حالك، لا ما تشحنش في اللعبه. اشحن بس السيف بس اللي هو ب 400 جنيه مثلا، هتاخد فيه في بي كتير، في نفس الوقت منها بتدعم اللعبه ومنها بتحصل على في بي. يعني لان اللعبه انتوا عارفين يا شباب من غير شحن هتقفل، ده طبيعي، انت فاهمني. بس فبسم الله ما شاء الله اللعبه بتقدم تجربه ممتعه، تجربه جميله. انا مش مركز في اللعبه، تقدم تجربه جباره، بس هي المشكله في الدعايه. انا شايف بس نقطه الدعايه دي ان شاء الله تتعمل باذن الله، وهتلاقي الكوميونتي بتاعها زاد. انا زي ما قلت لك لو في ستريمر مشهور زي نينجا والناس الجميله دي
لو كل واحد منهم عمل بس لايف، بس مباشر، بس لمدة ساعة في الشهر، ساعة في الشهر، صدقني هيفرق جدا مع اللعبة. في حد هنا بيضرب بس انا ما اعرفش اختفى راح. ايوه غلط. بص يا جانا، يا جانا عيب عليك اللي انت بتعمليه ده. فانا والله العظيم حاولت ان انا اسيب اللعبه ولعبت كل الالعاب اللي موجوده في الدنيا، سي اس جو، لعبت فالورانت. لعبه ممتعه بتقدم لك تجربه حلوه، الكوميونتي بتاعها حلو، سريعه، اللعبه نفسها سريعه. الواقعيه مطلوبه في الالعاب بس هتمل منها، لان دي في الاول وفي الاخر جيم بلاي، انت مش واقع. يعني انا مش عايش في الواقع عشان اعيش التجربه الحقيقيه، لا انت عايز حاجه. والالعاب الاف بي اس او الشوتر عموما يستحسن تكون سريعه، يستحسن. لما بتكون في لعبه شوتر بطيئه بتدي تجربه سيئه للاسف. الاثنين المفروض يجوا، الاثنين المفروض يجوا في ضربه واحده. الواد ده انا متضايق منه قوي بصراحه. بصوا بيعمل كل حاجه، عايز يجيب كل حاجه المهم فاضل 30 ثانيه عشان الفيديو خلاص قرب يخلص. اشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان انزل كل الايفنتات اللي موجوده. تعال الديسكورد، رابط جروب الواتساب، اي حد عايز اكس بي، عايز يشحن، عايز يفرم ايفنتات، يعمل ايفنتات. يفرم ايفنتات مش معناه ان هو يعمل ايفنتات بطريقه غلط، لا. في ناس معايا بتعمل ايفنتات بسعر كويس. انت مثلا ممكن تكون في ايفنت مش فاضي بتاع، فبدل ما انت تتعب نفسك وتنزل سايبر وبتاع وكده، هو بيعمله لك وبياخد مقابل بسيط يعني. ف كده نهايه الفيديو.